أنا بدي أعتذر عن الانقطاع من بعد عيد هلا، بس ببشركم الانقطاع ما كان لنقص مواد أو بلاوي، لا الحمد لله مجهز لكم شيء مرتب. بس مو لليوم، اليوم إجي بشكل غير اعتيادي لأنه اللي سمعته ما بينسكت عنه بنوب. يعني أنا مو بس بكره الخمار، يعني أنا بشمئز بس شوف حدا وحدة لسه رافعة الخمار على راسها. يا بتشمئز هي، وإنه بتقرف لا بتشمئز هيك بالعربية الفصحى، مثل دستني يا حذائي. يا بفوتوا بيشيلوه بيحطوه برا مشان ما يسوي لهم مشكلة عليه، وبيفوتوا جوا مثل الخلق والعالم بيحطوا لي كمامة. يا أما ما بهي أقسم بالله ما فارقة معي، سكر كل المركز وما أشوف هالمناظر. احمدوا الله اللي عم تحكي عن الخمار، المرة الجاية بتخليكم تشلحوا التنانين والكراسين وتحطوهم برا على باب صقاق وتفوتوا مثل العنم والخلق. العمى هي من وين جايبه هالثقة؟ اي والله مدير المدرسة الإعدادية ما عاد يسترجي يحكي مع الطلاب هيك. لا، من الصور مبين فيها على الأقل 4 مخمرات، لأنه هديك الحاطة كمامة. أنا برأيي تحط كمامة فوق عينها. من أول طلع على الصور بين معها شي 4 مخمرات، شوي تاني بيصيروا أغلبية بياخذوا الكراسي السيادية. العوهم الخمارات بسرعة، ولا حتى أي شي هن مختارينه بحريتهم. هذا شو اسمه؟ في له اسم يا الله. إما لا قمح. وهي مديرة مركز عدل وتمكين للمرأة. يقطع عمرهم على عمر خماراتهم على عمر هالزي. اضرب، انزلي فيهم، جيبي النطاق وانزلي وين بيجعك. يقطع عمرهم على عمر خماراتهم. إذا بيضلوا هدول هيك، يعني يا أما لا يصورن أبدا يروح ينقلوا على الزاوية ويقعدوا، ولما يصور مجد ما يصورن أبدا لا يفرجيني خلقتهم. مثل الكلاب هنيك بالزاوية بتحطيهم، بتجيبي لهم طاقية تبع النوتي بوي وتحطيهم بالزاوية لحالهم، وبعدين بتبعتي لي الصور بس لبنات مو مخمرات، وإذا مو محجبات أحسن، وإذا مشلطات بيكون فضلتي. وطلعوا لي بس هدول المخمرات كمامات، والبقية إيه على عيني وراسي نكمل المشروع على مضض. ما التزموا وماني مضطرة أكمل مشروع من شان وحدة خطر عبالة ولا تغطيلي وشها بالناقص منه ومن وشها. لكو بالناقص منها ومن وجهها ومن وجه كل المحجبات، لكو كل النساء. شو اسمك مسوية؟ مشان تقضي على النساء كلهم فرد مرة. وبالناقص يتفتحوا ولا ما يتفتحوا، آخر همي يتعلموا ولا ما يتعلموا. لكو بالناقص اصلا اخر همها انه يتعلموا. هي مو فاتحة مشروع من بيت ابوها مشان تعلم العالم، هي فاتحة مشروع مشان تشلح العالم. إذا شفت أعمى طبه مانك أرحم من ربه. لا بدي أحميهم، وإن شاء الله هلأ بيتعرضوا للانتهاكات. إذا هن ما بدهم يفهموا فأنا ما شغلتي يفتح له راسهم وفهموا يصطفلوا. كل هالانتهاكات اللي عملتيها معهم ولسه بدك تعرضيهم الانتهاكات؟ انت عدالة ومدري شو، مو تعلمي النساء كيف يدافعوا عن حالهم عن الانتهاكات؟ شو عم تعملي معهم يعني درس عملي؟ فاليوم تعملوا هاي آخر محاولة، بناء عليها يا بنكمل مشروع يا لا. والله رح نجرب. شرحوا كان بها، ما شرحوا ان شاء الله تنتعهم القرود الزرق، عمرهم ما يتفتحوا. بتحس حالك فاتح بلوعة سياقات ذكورية وعم تسمع منها. يعني وين النسوية اللي بتدعو لحرية المرأة باختيار ثقافتها؟ ولا اصلا انا مع مين عم احكي؟ هي المصمطة ما لها فهمانة شو يعني ثقافة حتى تفهم شو يعني حرية اختيار. والمشكلة ما برد عليها لانه كاتبة على بروفايلها لسانها طويل، وانا بتعرفوني ما دخلني بهالقصص. بس بعرف وحدة ناشطة ثورية قوية نسوية ولسانها طويل، هلا بتطلع بتشقني اياها. انه الدعارة مغرقة البلد. لك لا، مو هي الصرماية الثانية لك، هي ما بتفهم لا بالثورة ولا بالحرية. أنا بحكيكم على وحدة بتحس هيك قاعدة على النكشة، شو ما عم بالعالم تنتقدهم، فأكيد ما رح تسكت على بلوعة السياقات هي. في منه هالحكي. منحافي منه؟ في حدا عم يشلح العالم خبارات ويجبرهم على شيء ما بدهم إياه؟ احكي لنا بسرعة. بعدين على أخذ وعطا وبده إثبات إنه هذا مين اللي معي، أخوي جوزي ما بعرف شو. قلت له إذا ما عطيتك قام عرفني. قال لي أنت نور حداد الإعلامية؟ قلت له إيه. قال لي روحي أنت ما بينعلق معك. قلت له مع غيري بينعلق؟ مع غيري بينعلق أكيد، يعني أنا بس لأنه لساني طويل خاف شاب. شفتوا قلت لكم لسانها طويل وما بينعلق معها. بس ما فهمت وين المشكلة إنه سألك مين اللي معك. بركي حدا خاطفك، بركي حدا حاطط مسدس بظهرك وعم يقول لك مين معك، بركي انت وجهك بخوف والامن خاف على الزلمه لتكوني انت خاطفتيه. انا مو شايف مشكله انه سالك. يعني عادي شاب وبنت ماشيين مع بعض رفقات حبايب متجوزين، شو دخلكن انت؟ يعني شغلتك تحفظ الامن وليس الاخلاق. ايوه فهمت عليكي. يعني اذا شفنا اثنين عم يخلوا بالاداب العامه بالشارع نسكت، اذا اثنين شباب عم يخلوا بالاداب العامه بالشارع نصورهم، اذا شفنا وحده حدا عم يتحركش فيها نغض بصر. ناس مرباية وعندها اخلاق من زمان. مو كل الناس مرباية، واكبر دليل البلوعه والصرمايه اللي سبقوكي. ما بزبط، مو بس بدمشق، بسوريا كلها ما بزبط، وحياتكم ما بزبط. هاي الشغلات الصغيرة يعني
العمى سحبت نفس تقول رح تنفخ نار. ليش كل هالقد متضايقة؟ يعني عادي عنصر الأمن يحق له إنه يطلب هويتي ويسأل شو عم تعملي. هي شي طبيعي، مو بده يحفظ الأمن. بركي حس بخطر من طرفي أو من طرف اللي معي، بس أنا مستغرب. يعني أنت شايفة إنه هي الشغلات الصغيرة ما مسكت عنها، طيب والشغلات الكبيرة مثل قصة البلوعة هبة مالك حابة تسمعينا صوتك هيك بشي سحبة نفس؟ لا تسحبي عليها كتير، انفخي. ورا حتى نفخة. العامة بأختها القصة قالت لحالي بستعين فيكي يعني على أعداء العدل والحرية، طلعتي خرطي حتى بهاي. بس بتعرفوا أنا حاسس إنه في حدا بالحكومة لازم يتصرف، بس مو عرفان مع مين نحكي. رائد الصالح، وزير الاتصالات، ليكون وزير الطاقة. لك شلون راحت عن بالي هاي؟ في عندنا أهم وأقوى وأفضل وزيرة ما في غيرها، هي اللي طول النهار طالع على السوشيال ميديا ونازل زيارات من بابا لبابا، من بابا لبابا، من بابا لبابا. خالته هند ما بدك تزوري لك شي ماما؟ يا خالته هند الأبوات، شو رأيك بتصريحات هبة البلوعة اللي اخذ تصريح من وزارتك واللي عم تدعميها؟ يا خالته هند، ليش ما عملتي لك شي شغلة للدفاع عن حق المرأة المحجبة والمنقبة وهي عم تنهان أمامك من قبل منظمات المجتمع المدني؟ يا خالته هند، شو رأيك أقل شي تدعمي المنقبات بمنشور أبو نص ليرة وتقولي للمرأة حرية اختيار ملابسها وثقافتها ومنها النقاب؟ أيوة، أنا أصلا ناطرك لتسكتي مو لتحكي. أنا من قبل ما تتعيني وحاطط عيني على غسيلك الوسيخ ومطبق لك إياه ومجهز لك إياه، وعرفان طالما أنت نسوية وبناء على الأمثلة التي سبقت من أم لسان والصرماية والبلوعة أنت بتحومي بنفس المجال. الحرية بالنسبة إليك هي الشلح. طيب المواطنة اللي قايمين عليها شو هي؟ صار معي شوي صار داخلي من كتر ما الناس بتحكي بالأقليات. نحن اليوم ما في يا جماعة، خلصنا أقليات وأكترية، واليوم السوريين والسوريات مواطنين ومواطنات كلياتنا متساويين تحت القانون لازم نكون. سمعتوا؟ العين تطرقكم. انتوا اللي بتحكوا بالاقليات والطوائف ضيقتوا خلقها للوزيرة الكبيرة الوطنية المواطنة هند أبوات. خلصنا اليوم نحن بنحكي باسم سوريا. تعلموا يا أخي، نحن اسمنا شعب سوري. ما وهنا ما وهنا نحن أحفاد اليوحنا. إنها الوزيرة شو متواضعة بتقول يي دخيلك شو مهضوم، انت يا مسيحي يا مهضوم دخيلك انا ريتك تقبرها. اصلا نحن الطبقة الراقية والمثقفة المسيحية حصرا من تابعة، مو هدول الرعاع السوريين، بس نحن المسيحيين من تابعة. معقول وزيرة الشؤون الاجتماعية الامرأة الوحيدة بالوزارة، الشخص الداعم للمثلية والنسوية، الشخص الوحيد بالوزارة اللي بيقول عن حاله علماني، يطلع منه الحكي؟ يعني والله وزيرتنا ما بعرف شو بدي أقول لك. يعني هيك الواحد بيلاقي رسالة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بعت لي رسالة هيك إنه مهضوم والمسيحية بيحبوني ولك دخيل رب المسيحية. هو لحاله حكى انا ما جبت شي من عندي. الفهمان المهضوم اللي الوزيرة بعتت له على الخاص راح فضحها بعد دقيقتين. انا هلأ بدي اخذ راحتي ومدرج لي شوي. شوفي يا سعادة وزيرة الشؤون الاجتماعية، انت كشخص حامل الجنسية الكندية، لو اجا وزير كندي وحكى نفس اللي حكيتي كانوا اكلوا لحمه بالشوارع من الصحافة والنقد السياسي. انا بدي العب معك تبادل ادوار بسيط. تخيلي وزير مسلم عمل الغلطة قد ربع غلطتك، وتصور بالغلط مع شخص كان تابع للنظام سابقا. الإعلام أكل لحمه وبالآخر طلع واعتذر وقال أنا ما كنت بعرف. بس هذا وزير للسوريين والشخص اللي تابع للنظام شخص سوري بالنهاية. لكن أنت غلطتك كبيرة كتير. أولا أنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، يعني أهم شيء عندك تضبطي الوضع الاجتماعي بالمواطنة. ثانيا أنت صرعتي مخنا أنه المواطنة وما في دين، ولكن بالباطن أول رسالة عن الخاص ضد المواطنة ومع الطائفية. ثالثا أنت حملت شعار ملينا من الأقليات والهوية الدينية، ولكن نفسك أنت اللي عم تعرفي عن نفسك بهوية دينية. عزيزتي،
إذا بدك تتعلم المواطنة خبريني بعلمك، بعمل لك كورس، بس لا تفتي برا الصحن وانت ما بتعرفي 5 من الطمسة، لأنه حضرتك عم تحاضرين بالمواطنة وبتنشري لنا على وزارتك إنه لازم نعزز المواطنة وانت أصلا ما بتعرفي شو هي. ولزيدك من البيت شهر، انت نفسك أول ما تعينتي بالوزارة قبلتي ينتشر مقال عنك ويعرفك ويعرف عنك باسم المرأة الوحيدة في حكومة 22 رجل منذ اللحى أو تكنوقراط. شو قصدك فيها يعني؟ يا هند غسيلك الوسخ كتير وما بيلحق نشرب فيديو واحد، لكن عندك واحد من اثنين: إما أنت ما حكيتي هالكلام مع المهضوم ويجب اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه وأشك إنك تقدري لأنه الزلمة كلامه صحيح، أو إنك أرسلتي رسالة وبهالوقت لا يقبل منك اعتذار، لأنه نحن ما بدنا نجيب وزير ونعلمه شو يعني مواطنة. إذا مالك مؤمنة فيها ببعتك على مركز عدل وتمكين انت ونور وجود، وبخلي هبة تعلمك شو يعني مواطنة، وبعدها بتعرفي تردي على هبة لما تحكي عن السبايا بإدلب والمنقبات. يا متعلمة يا مثقفة يا بتاع كندا،